أنا سميتي أحمد وفي عمري 18 عام. جيت حتى أنا نعاود لكم قصتي وشنو طراليا مع مامة صاحبي. وخا كنقول ليه صاحبي راه كتر من خويا وبدون نفاق. حمزة أقرب الناس في صحابي، ديما مع بعضياتنا وما كنتفرقوش. بابا حمزة كان راجل كبير بزاف. مني ولد حمزة كان في عمره 55 عام، يعني حمزة فاش دار 18 عام باه دابا راه عنده 73 عام. راجل كبير وباغي غير يرتاح وما مسوق لا لحمزة ولا لمراته. السيستم ديال باه معروف، كيفاش كيمشي للقهوة كيجي للدار يتغدى ينعس، وملي كيفيق كيمشي عاوتاني للقهوة وما كيجي حتى الليل. تقريبا داكشي اللي خلى حمزة ما متعلق بيا من الصغر. المهم انا وحمزة كان الحلم ديالنا نشدو الباك وندخلو لنفس المدرسة باش نكونوا مع بعضياتنا، يا في الداخلي يقراو مجموعين. ولكن مع الاسف كل شيء تضرب لينا في الزيرو. انا ما جبتش المعدل اللي كنت عوال عليه ودرت غير لافاك في مدينتي، وحمزة مشى لمدينة اخرى دار واحد المدرسة زوينة بزاف. وتخيلوا معايا واخا هكاك حمزة مني تقبل وانا لا ما فرحش، قال لي فرحتي ما كملاتش حيت انت ما غتكونش معايا. داك الدري شي حاجه بزاف، سبحان الله قلبه بيض وكيبغي الخير لكل شيء وديما مسهل عليه الله. دوزنا العطله مع بعضياتنا، سافرنا وتبحرنا وكل شيء درناه، الضحك والنشاط الحمد لله. حتى جا واحد النهار دخول المدرسه اللي كان حمزه خصو يسافر، بحكم انني كنت سوق عندي طوموبيل ديال الوالد قلت له انا اللي غنديك. اتفقنا من بعد الويكان هو يجي والويكان التاني انا نمشي. المهم مشينا، كان هو داخلي صايبت مع حوايجو في بيت وكل شي حاجه حطيناه في بلاصتهم. اللي كنا غادي قال لي شوف تهلا في الوالده وإلا بغات شي صخره جيبها ليها، راك عارف الوالده ما قاد على حتى شي حاجه. قلت له صافي يا صاحبي راك بحال توصيني على الوالده ديالي، كون هاني مالك درتي بحال خارج برا البلاد، راه غير ساعتين ديال المكانه وهانت معانا. حسيت بيه بحال شويه مقصح، قلت نقلبها معاه ضحك. صافي رجعت انا ومشيت عند ماما، قلت لها راه ولدك وصل بخير وكوني هانيه، وإلا بغيتي اي حاجه في شي وقت قوليها ليا وانا ما كنت حتى شي مشكل. شكراتني على وقفتي مع ولدها ومشيت بحالي. وقت كل ما كنكون جاي من لافاك كنعيط ليها كنقول لها واش خاصك شي حاجه نجيبها لك معايا. كنت كندير كل شيء. واخا بابا صاحبي كينه اي حاجه بغات تركبها ولا خسرات ليها كتعيط ليا انا. الصراحه في الاخر وليت شويه كنعيا، ولكن كنقول السيده راجلها كبير وصاحبي راه بحال خويا، كنصبر وكنكمدها في قلبي واللي بغاتها كنديرها. شويه واحد النهار مع الوحده ديال الليل كنسمع الدقان، كنت انا بوحدي اللي باقي سهران ودارنا كلهم ناعسين. حليت وانا نلقاه مامة صاحبي واحد الحاله خايبه بزاف كتبكي وعينيها منفوخين. ماما سمعت داكشي خرجات من بيتها مخلوعه. درنا بخالتي قلنا لها مالكي ياك لاباس. انا الصراحه قلت واقيله بغيت حمزه مشى عند الله. خالتي ما دواتش وماما بقات كتسولها وتعاود. من بعد شافت فيا وماما فهمات بالله الحضور ديالي هو اللي ما خليهاش تقول شنو بيها. صافي فهمت راسي، دخلت لبيتي وخليتهم، ولكن ما نكذبش على الله ضرني راسي وبقيت كنتصنت باش نوصل لصاحبي اشنو طاري في دارهم. ما هي كتبكي وكتنخصص ما قدرتش نسمع مزيان. اللي سمعت انها تضربت مع راجلها مضاربه خايبه وحاولت ماما تهدنها ومشيت معها لدارها وشحال بقات عندها وعاد رجعت. سولتها وعلى خالتي وشنو اللي كان مخليها في ديك الحاله، قالت لي ما عندك باس دير بسوق العيالات، هاد السواق ما تدخلش فيهم. المهم دي حسابك اليوم غتبات مع خالتك حنان، عتبات معاها في الدار. قلت لها اش كتقولي يا ماما؟ قلت لي كيف ما سمعتي راه نوضاتها مع راجلها وراه مشى بحالو خلاها بوحدها غتحمق وانت ديما كتبات عندهم، شنو الجديد؟ قلت لها ولكن يا ماما راه كنبات ملي كيكون صاحبي حمزه ماشي دابا ملي ما كاينش. ولكن صافي يا ماما ماشي مشكل، هو وصاني على مو وانا ما غنخويش بيه. وفعلا مشيت عند خالتي وديت معاها
لعيبات وصيفطاتهم معايا ماما. حطيت داكشي في الطابله، قلت لها خالتي اجي تاكلي هادشي راه صيفطاتو ليك ماما. قالت لي والله ماما ما عندي منين يدوز. لا غير نعلي الشيطانه خالتي وراه كلشي عنده الحل. ناضت وبدات كتعشى وهي تقول لي غير سمح لي يا ولدي، ما حيرتك الله فاك وقرايتك، ما حيرتك للصخره ديالي والمشاكل ديالنا. انا بقات فيا بزاف، كان في عينيها واحد الحزن عمرني شفتو. قلت لها بالعكس اخا، الزهر جالس شي حد معاك قاعد مع وحده تيتيزه بحالك. كان صاحبي حمزه هو وامو دايرين بحال الصحاب، ديما كنكونوا جالسين كتجيب لينا شي ماكله ولا شي حاجه، كيقول لي شفتي الوالده تيتيزه عندي، ولكن خالتي تزنكات وانا ما نويت فيها والو، راني بحال ولدها. ولكن ديك التزنيكه ديالها هي اللي خلاتني ندم علاش قلت ليها هكاك اصلا. قلت ليها سمحي لي يا خالتي لفت الحدود ديالي معاك، غير بغيت نفوج عليك ونخرجك من هاد الحاله اللي انتي فيها. قالت لي واش حماقيتي؟ لكن شي مرة تقلق شي حد راكي زوينه. قلت له لا انا غير تمنيت لو كان راجلي هو اللي بدا يقول لي هاد الهضره وصافي. انا قلت ليها راه عمي ضروري غادي يكون شايفك زوينه وخا ما يكونش كيقولها. جاوبتني وقالت لي راه ما فراسك والو، عمك راه ما كنبانش ليا اصلا، كندوز قدامه كالريح، ما كيتلفتش ليا، راه كاين شي حوايج اللي غادي تكبر غتفهمهم، غير عندك غير ما تتزوج ودير لمراتك كيف ما كيدير ليا عمك. انا جاوبتها قلت له غير تكون مراتي غير بنص الجمال ديالك نبقى نشوف فيها الصباح وليل. وهي تبدا تضحك، حسيت بانني فاجيت عليها شويه شويه ومشات لبيتها. قالت لي انا غنغسل وجهي ونجي. مشات لبيتها حيت عندها الحمام وسط البيت، غسلت وجهها وجات لابسه واحد اللباس حشمت نشوفها، تقريبا كيبان كل شيء. جلسات حدايا وانا مع داك المنظر واللبس ديالها شعلت التلفازه وبقيت مسمر فيها، ما قادرش ندور وجهي لا هكا ولا هكا. بقات كدوي معايا وانا كنجاوبها بلا ما كنشوف جهتها. كثرت ما خفت وما نتالكش نفسي وندم عليها من بعد شويه، وبدات تقول لي شوف فيا مالك مسمر في التلفازه. دارت شفت فيها بانت ليا زوينه بزاف وما بقاتش كتبان ليا ديك خالتي اللي كنت كنشوف شحال هادي في المقام ديال الوالده، وليت كنشوفها وحده اخرى. المهم داك الشكل ديال اللباس ديالها كان صعيب على ولد في السن ديالي ويتجاهله وما يديهاش فيه. وقعت في الغلط ودرت معاها داكشي اللي ما خصوش يدار. الصباح لقيتها موجده لي واحد الفطور بحال ديال الوطيلات. فطرنا وهي كتشوف فيا وكتضحك وانا حاضر راسي وما عارف شنو ندير. من بعد مشيت لدارنا وكنشوف التليفون كيبان لي حمزه داوي معايا وانا ما قادرش نجاوبه، كنحس بالعار. دابا حمزه كيجي ويمشي ولكن ما عارف والو، وماشي غير هو حتى شي واحد ما عارف شي حاجه. انا وليت باغي نحبس هادشي اللي كندير مع خالتي وهي ما مخلياني شاده فيا بيديها ورجليها وقاجاني وكتقول لي عمرني ما حسيت براسي مرا بحال اللي حسيت فيه معاك، عافاك ما تخلينيش واللي بغيتيها نعطيها لك. حطيت راسي في واحد الموقف لا احسد عليه لدرجه بغيت ندفع الباك باش نجيب شي معدل مزيان ونخوي المدينه. صافي تخنقت وهاد السيده ولات قاجاني، فيما نخرج من الدار حاسه عليا. دابا لقيتوني كنفكر واش نقولها لصاحبي ونريح الضمير ديالي ونشرح ليه كل شيء وكيفاش طرات الامور، ولا غير غنمرضو ونخلي علاقته بمو تخسر وترجع اللور. عرفت راني تلفت ومبقيت عارف ما ندير. دعيو معايا الله يدير ليا شي تاول ديال الخير. وكانت هذه هي قصتي وهذه هي حكايتي. وما تنساونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.